لو عاوزه تاكلي بلح شام زي اللي بنشتريه من بره بالظبط بكل بقى اسراره وبكل تريكاته، ركزي بقى معايا يا ست الكل في الفيديو. هقولك على كل حاجه بالتفصيل، وهيبقى فعلا ده عمرك لو ما اتفرجتيش على الفيديو ده. بعد ما حطينا بقى الميه والزيت بين ايديك الحلوين دول شويه كده من الملح. عايزه اقول لك ان الملح طبعا سنه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وفي نفس الوقت هيدي طعم حلو قوي لبلح الشام. هنسيب بقى الكلام الجامد ده على النار كده شويه لحد ما يتبخر. ايوه بالظبط كده. اول ما يتبخر بالشكل اللي انت شايفاه ده، ابداي انزلي لي بكوبايه كده ونص من الدقيق. واهم حاجه اهم حاجه ان تكون في ايدك المضرب، وعلى طول على طول تقلبي. ليه؟ عشان خاطر احنا مش عاوزين العجين بتاعنا يستوي على النار. قبل ما تبداي تحطي المضرب في العجين اطفي النار على طول، وابداي بقى قلبي العجين كله مع بعضه. بس اهم حاجه ان العجين بتاعك ما يكونش فيه قطع دقيق او يكون مخرز، الكلام ده كله تمام. بالاسباتيوله بقى اللي عندي والمعلقه اللي زي دي، هبدا بقى ان انا كده اقلب كل المكونات مع بعض لحد ما كل العجينه تمتزج مع بعض، يعني ما يكونش فيها حته دقيق او حته مخرزه من هنا او الكلام ده. نيجي بقى للخطوه اللي كل بيغلب فيها وما بيعرفش يعملها، الشربات. بص يا ست الكل، كوبايتين السكر عليهم كوبايه ونص من الميه، معروفه كده تمام. طب ايه بقى الحاجه اللي ما تخليش الشربات بتاعك يسكر؟ الحاجه اللي ما تخليش الشربات بتاعك يسكر هو سنه كده من بين ايديكي ملح ليمون. ايه ده ملح ليمون؟ او ملح ليمون. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه ونص من عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز برضو حلو جدا وبيدي تقل حلو قوي للشربات، في نفس الوقت برضو ما بيخليهوش يسكر. ملح الليمون هيخلي الشربات بتاعك ما يسكرش نهائيا، هيديه طعم احلى مليون مره من الليمون العادي. بصوا بقى لما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده يبقى كده خلاص. انا سبته بالظبط 10 دقايق على النار. نيجي بقى لخطوه العجين. بعد ما العجين برد بتاعي تمام او دفي كده، هبدا بقى ان انا هنزل ببيضه بيضه. معايا هنا قد ايه بيض؟ معايا 3 بيضات. على كل بيضه ظرف كده صغير من الفانيليا. ممكن تحطي ظرفين بس من الفانيليا وتكتفي وما تحطيش الظرف التالت. انا هحط كده على كل على كل بضايه ظرف فانيليا، وانا حطيت ظرفين انا مش فاكره. هبدا بقى ان انا كده اقلب. لو انت ما عندكيش عجان ابداي كده بايديكي وما يهمكيش حد، بايدينا هنعجن ومن غير العجان برضو هنعجن تمام. ابداي بقى قلبي كده كله كده مع بعضه لحد ما تحسي ان العجينه كده امتزجت. اهم حاجه عشان تطلعي بلح شام محترم ان انت تخدمي العجينه صح. هنزل بقى كده بالبيضه التانيه، وهبدا برضو ان انا اقلب بنفس الطريقه. هحط بقى البيضه كمان التالتة وهحط معاهم ظرف الفانيليا، وهنبدا بقى نقلب كل الكلام ده كده مع بعضه لحد ما احس ان العجينه بتاعتي اتخدمت صح. وانا مش عاوزه اطول عليكم الفيديو، انا بحاول اسرع لان في ناس بتزعل وبتقول لي الفيديو بتاعك بيكون طويل قوي، فحاولي ان انت تقللي منه شويه. وبالعكس والله لما بختصر في الفيديوهات بلاقي برضو ناس بتقول لي لا انت مختصره جدا في الفيديوهات واحنا مش فاهمين حاجه. والله العظيم انا مش عارفه اعمل ايه. ما علينا. حطيت كده البيضه الثالثه وكمان ظرف الفانيليا، وبدات بقى ان انا اقلب. اهم حاجه سيبك بقى من كل الخطوات اللي فاتت، اهم حاجه تركزي لي في العجينه، اهم حاجه خدمه العجينه صح. بصي بقى ابداي قلبي في العجين لحد ما تحسي ان العجين بصي ما بيلزقش في ايديك، ناعم وزي الزبده بس ما بيلزقش في ايديك. هاخد بقى كده كوره صغيره واحط في كيس الحلواني اللي عندي، طبعا كيس اي كلام عادي جدا معلش ما لقيتش غيره، وبقى القمع بتاع بلح الشام. وهبدا بقى ان انا انزل كده وبالمقص في ايديك التانيه تمام. وتبداي بقى ان انت تنزلي بس لما تعملي بالمقص كده يعني حاجه بسيطه كده في الزيت، وتبداي تقطعي هيقطع معاكي بكل سهوله. قطعي بقى بالحجم اللي انت عاوزاه، اهم حاجه ما تمليش الطاسه كلها عشان لما ينفش او ينفش ما يلزقش في بعضه يعني. اول ما يبدا ان هو يمسك نفسه كده حاولي بقى تقلبيه تقليبه بسيطه كده بتاع دي
تمام، ابدأي كده قلبيه كده حركة بسيطة، بس أهم حاجة يعني ما تقلبوش بالجامد عشان ما يفرفتش منك. بصوا بقى ده شكله كده بعد ما عرف يمسك نفسه ماسكة محترمة. قلبي لي بقى كل الكلام ده واستني لحد ما يتحمر، او لو انت عايزاه يتحمر قوي مفيش اي مشكلة. انا حمره كده نص نص عشان يبقى شكله ذهبي ولونه حلو. هنا بقى ده شكله بعد ما وصل للون اللي انا عاوزاه، وعاوزه اقول لكم انه مش باين في الكاميرا اللون يعني اللون بتاعه. تمام، بس هو كده وصل للون اللي انا عايزاه. الشربات بتاعك بقى المحترم اللي احنا عملناه بعد ما يكون بارد، انزلي لي بقى ببلح الشام بتاعك وابدأي ان انت قلبي يا ست الكل. واهم حاجه تخلي كده بلح الشام شويه نقلب فيه حاجه بسيطه شويه بشويه كده عشان خاطر الشربات يدخل جوه البلح الشام ويبقى كريمه. تعالوا بقى نشوف بلح الشام بتاعنا بعد ما خلص. يا سلام يا سلام، عاوزه اقول لكم ناشف ومقرمش قوي من بره، وفي نفس الوقت من جوه طري ومليان شربات. عاوزه اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، هنعمل احلى بلح شام مش هتخلي اي حد يشمت فيه. وهنا بقى كانت نهاية أحلى قعدة ونس بتونس بيكم وبقعدها معاكم. ولو الفيديو عجبك وحسيت إن الفيديو كده عجبك، اعملي لي لايك واعملي لي كومنت جميل زي اللي انتوا بتكتبوه. بجد بجد أنا عايزة أشكركم من قلبي، أنا بحبكم جدا جدا جدا. لكل هقول لكم إيه، لكل فراولاية، لكل أخت، لكل بجد صديقة بتكتب لي كومنت من قلبها، أنا بحبكم خلاص. اي حد هيكتب لي كومنت حلو هقول له خلاص خد قلبي انا مش عايزاه. يا رب اتمنى ان الفيديو يكون عجبك ونال كده اعجابكم، ويبقى اسيبكم في رعاية الله.